احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا مع بعض كفتة البرغل باسهل طريقة. عملتها من الاول خالص، من الالف للياء، باللحمة المفرومة. هوريكم دلوقتي الطريقة، كانت سهلة جدا وبرده ما اخدتش وقت خالص. وشلنا الباقي في الفريزر نطلعه برده في اي وقت. وعملنا جنبها رز بسمتي، طبعا انا كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناة. طبعا اكلة مغذية ومفيدة والاولاد كلها بيحبوها. وطبعا سلطة خضراء وطحينة، كنت عامله الطحينه برضو معاكم في القناه. سهله جدا. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض. جبنا نص كيلو من البرغل، نضفته كويس جدا الاول طبعا، وبعد كده غسلته. طبعا عشان مطولش معاكم الفيديو، غسلته ونقعته لمده ساعه. اهو كده بعد ما اتنقع ساعه صفيته كويس جدا من الميه. جبنا بقى نص كيلو من البصل، طبعا ده مقدار كيلو لحمه، يعني كنا جايبين كيلو لحمه مفرومه. جبنا نص كيلو من البصل، طبعا قشرته وغسلته كويس جدا. هنحطه بقى في الكبة. وبعد كده جبنا التوابل و3 معالق هرمين من الدقيق. في ناس بتستبدل الدقيق ببقسماط مطحون، ومعلقة من التوم. ممكن عادي، انا عندي كان متفرز فممكن تحطيه عادي، اللي هو توم عادي، كده كده كله بيتفرم مع بعضه. فطبعا هضرب البصل الاول، هضربه كويس جدا عشان طبعا يبقى ناعم وما يبانش في الكفتة. هننزل بقى ايه بكام قرن فلفل كده، طبعا حابه تحطي حامي فلفل زي ما انت حابه، بس انا اولادي ما بيحبوش الحاجه الحاميه قوي. فنزلت بقرنين كده بس من الرومي، فلفل الرومي، وحطيت قرنين من الحامي. طبعا مش باين الحماوه، مش باين فيه. بس كده كله طبعا في الكبه. هنحط بقى بقيه المكونات، هنحط بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، بابريكا، كمون، كزبره ناشفه. نحط بقى التوابل كلها ومعلقه الثوم. هنحط كمان الدقيق بتاعنا، ممكن تستبدليه عادي ببقسماط مطحون. وهنحط كمان باكيت بيكنج باودر، طبعا ده بيخليها جميلة وهشة وجميلة وما تخسش معانا. 3 معالق هرميين. وهنجيب كيس كفتة، كيس اللي هو عند الحاتي ده، برضو كفتة الحاتي جميلة جدا، تحفة، بيخليه طعمه برضو جميل جدا. هنجيب كيس كامل كده ونحطه برضو، لان ده مقدار كيلو لحمة، ده كده بمقدار كيلو لحمة مفرومة. طبعا بنضربها كويس جدا وننزل الجناب كده، كل ده قبل ما نحط البرغل بتاعنا. ضربناها ضربة كويسة كده في الكبة. هنجيب بقى البرغل، طبعا انا مصفياه كويس جدا، مش مفهوش ميه خالص. بصراحة انا ما حطيتش البرغل كله، يعني هو حطيت يعتبر نص كيلو الا كوباية، يعني حطيت حبة، شلت كوباية من النص كيلو عشان تبقى اللحمة باينة برضو، وتبقى كان طعمه جميل جدا. طبعا جبنا الكيلو اللحمة بتاعنا، كنت جايباه مفروم جاهز. هننزل بقى بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه ده كله على اللحمة. خليني اقول لكم كان طعمه جميل جدا، جربوه مش هتندموا. وهنقعد بقى نقلبه كويس اوي لحد ما يتجانس كله مع بعضه. هتقلبيه، انا بصراحة استعملت بقى ايدي بس الكاميرا ما جابتهاش، عشان المعلقة طبعا مش هتخليه يتقلب كله حلو مع بعضه. ولو حاسة اللي فيه مثلا لسه سايلة شوية، بتحطي حبة بقسماط مطحون، يعني انا حطيت معلقتين او 3 بقسماط مطحون تاني لحد ما تكور معانا الصباع كده، تعمل معانا صوابع الكفتة. بس انتي بقى حابة تشيليه في اكياس زي ما انا هشيله كده شيليه، مش حابة ممكن تعمليه صوابع وتحطيه في دبقة زي ما بنشوفه كده، وتحطيه في الفريزر
تطلعيه على طول على الطاسة او الصينية بتاعتك. لكن انا حبيت اشيله في اكياس، قسمتهم ما شاء الله تبارك الرحمن، عملوا لي 3 اكياس بس حسب عدد الاسره عندك. يعني انت ممكن لو عدد الاسره قليل تعمليه في 4 اكياس 5 اكياس، لان ما شاء الله كميه كانت جميله، يعني كانت كتيره وحلوه. بس حسب عدد اسرتك. بس بتفرغي الهوا كده كويس اهو، بصي وتبططيه كده ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا حاطه كميه حلوه في الكيس فعملتها 3 اكياس اهو. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شلته في الفريزر. بعد كام يوم طلعت بقى كيس، طلعت كيس اهوت، سبته فك خالص، حطيته في التلاجة من الفريزر في التلاجة لحد ما فك على الرف بتاع التلاجة. بصوا عامل ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن اهو، اتصبع معانا على طول. بصوا جميل. طبعا دهنت ايدي كده دهنة زيت، كنت محضرة برضو الصينية بتاعتي ودهنتها برضو دهنة زيت كده بسيطة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسونيش في اللايك بقى كده، ولو عجبتكم الوصفة قولوا لي بقى كومنت حلو اهو. بصوا صبعت بقى الكفتة كلها، حابة تشيليها متصبعة جاهزة مفيش مشكلة برضو. عملنا بقى الكمية اهو كلها ما شاء الله طلعوا صينيتين. وطبعا شفتوا الكفتة في اول الفيديو وخستش ولا اي حاجة خالص. حطيتها بقى في الفرن درجة حرارة 180 على الشبكة. بس كده بصوا بقى الشكل النهائي ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا خست ولا اي حاجة خالص ولا ولعت عليها شواية. انا يا دوبك سبتها بس على الشبكة، يا دوبك فتحت الفرن هزيت الصينية هزة كده وخلاص على كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. وممكن تطلعيها وتعملي فحمية برضو على شوية زيت كده على الفحمة ما تولعيها وتغطيه برضو يديكي نفس الريحة جميلة. بس بصراحة انا ما كانش محتاج خالص، كان تحفة وريحته كانت جميلة جدا وكانت قلبة الشقة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. والرز بسمتي والسلطة الخضراء، طبعا اي وجبة لازم جنبها سلطة خضراء. والطحينة كنت عاملاها معاكم برضو. طبعا احلى حاجة الكفتة مع الطحينة طبعا. وبألف هنا عليكم حبايب قلبي.